السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده ان شاء الله كده جايبه لكم فرخه حلوه مكلبظه كده، ومعايا حوالي نص كيلو ورق عنب هنحشيه النهارده مع بعض. يا سلام بقى على محشي ورق العنب والفراخ في الفرن كده، مش عايزه اقول لكم حكايه. وبالذات بقى على طريقه ام ملك بقى، دي طريقه تانية خالص. ان شاء الله كده حاجه هتعجبكم. هنبتدي كده بسم الله، وهنبتدي نعمل الصلصه بتاعتنا كده. هفرم حوالي كيلو ونص طماطم، وكيلو وربع حسب الكمية اللي انت هتعمليها. فرمت طماطم مع قرن فلفل، مع حوالي نص قرن شطة حراق عشان يدي حرقان كده للمحشي ويخليه بقى مشطشط وجميل. ومعايا 4 بصلات، ومعايا قرن فلفل رومي كمان، وحوالي ربع قرن شطة كده. فبرضو قطعتهم وفركتهم كده مع بعض، دبلتهم بالفلفل الأسود والملح كده ودبلتهم مع بعض. ونزلت كده بالصلصة في معلقتين سمنة ومعلقتين زيت، وسبتها كده تسبك كده نص تسبيكة. وحطيت معلقة بابريكا حمرا اللي انت شفتها حطيتها ديت. ونزلت بالبصل وسبتهم بقى يسبكوا كده حلو مع بعض. وتعالوا بقى يلا نعمل الفرخة الحلوة ديت. طبعا انا وقفت ساعة كده في المطبخ اعملها ازاي، بس فضلت كده لحد ما فكرت كده مع نفسي وقلت اعملها بالطريقة الجميلة دي. سمي بسم الله كده. انا دبلت البصلة مع فلفل اسود مع الملح مع مرقاية وطماطمية مبشورة كده، وحشيت الفرخة بيهم. وجبت بصلتين شرايح زي ما انتم شايفين، وطماطمية كبيرة ومعلقة سمنة وفلفل اسود، ورصيتهم في الصينية وحطيت الفرخة عليهم. وكوباية مية كبيرة، وقمت حطاها في الصينية ومغطية الصينية بورقة فويل ودخلتها الفرن. طبعا انتوا شفتوا كل ده دلوقتي. هنبتدي بقى نعمل المحشي. هفرش كده في الحلة كده بصلاية برضو وطماطماية وقرن فلفل في الحلة كده مع عصرة ليمونة. وهحشي بقى الورق العنب القمر اللي انتوا شايفينه ده كده. وكده هتحشى معايا بسم الله ما شاء الله. هسقي الشوربة الحلوة بتاعت الفرخة الجميلة دي. بسم الله ما شاء الله. طبعا الفرخة كده زي ما انتوا شايفين انا خدت الشوربة بتاعتها وحطيتها لورق العنب. وعلى فكرة انا كان عندي شوربة بط برضو من المرة اللي فاتت، حطيتها كده مع الشوربة اللي كانت عندي. وهبتدي بقى كده اللهم صل على النبي اعمل صوص الفرخة. جبت بصلاية جزراية مبشورة وطماطمية مبشورة ومعلقة سمنة، وشوحتهم كده على البوتاجاز بشوية فلفل اسود وملح. ودهنت الفرخة القمر دي كده بيهم. شايفين القمر وشايفين الحلاوة والجمال. واحطها بقى في الفرن كده وتحمر كده مع نفسها. طبعا انا اديت لورق العنب عصرة ليمونة وقرن فلفل كده على الوش عشان يدي ريحة حلوة وطعم حلو كده ومزازة في ورق العنب. وسبته بقى يستوي كده مع نفسه. شايفين الفرخة القمر حطيتها في الفرن طلعت عاملة ازاي؟ شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى من تحت كمان عاملة ازاي. طبعا انا قلبتها واحدة واحدة في الفرن كده، خدت كل جنب كده. بسم الله ما شاء الله. صلى على النبي يا ولاد. شايفين الحلاوة والجمال؟ اللهم صل على النبي. وكده الفرخة احمرت معايا. الله على القمر. انا بقى مش عارفة اقلب ورق العنب ده ازاي، بس انا هقلبه برضو بالثوم. يلا اللهم صل على النبي. شايفين الجمال؟ شايفين ورق العنب عامل ازاي؟ ومش عايزه اقول لكم على الريحه بقى طالعه بقى جميله. اللهم صل على النبي. يا رب كل حاجه بعملها كده تعجبكم، وتشاهدوني دايما كده على خير يا رب، وكل يوم في جديد واكله جديده ووصفه